تخيل معايا معركة انت كسبتها فعلا، عدوك بيجري قدامك مهزوم وفجأة في لحظة واحدة بس كل حاجة بتنهار قدامك. ده بالظبط اللي حصل معانا بعد هزيمة قريش في بدر. الغضب كان مالئ قلوبهم، مش مجرد خسارة، دي كانت إهانة بالنسبة لهم. قريش قررت ترجع مش بس عشان تكسب لكن عشان تنتقم للي حصل لها. جمعوا جيش كبير حوالي 3000 مقاتل بقيادة أقوى رجالهم، وكان الهدف واضح: القضاء على المسلمين تماما. وفي المدينة الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لازم قرار سريع: هل هيفضلوا جوه المدينة ولا يخرجوا يواجهوا الجيش؟ بعد مشاورة تم اختيار الخروج للقتال، وخرج حوالي 1000 مقاتل. لكن في الطريق حصل الانفصال والصدمة، انفصل عن جيش المسلمين 300 رجل ومقاتل، وساب الجيش في لحظة حرجة جدا، وأصبح عدد المسلمين حوالي 700 مقاتل بس. النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع المعركة بعناية شديدة عند جبل أحد. جبل أحد كان وراهم بيحمي ظهرهم، يعني مفيش حد هيهاجمهم من الخلف، لكن في نقطة خطيرة جدا، ممر صغير ممكن يتسلل منه العدو. وهنا جاء القرار الحاسم: 50 من الرماة على الجبل، وأمر واضح وصريح: اثبتوا مكانكم، حتى لو شفتونا بننتصر أو لو شفتونا بننهزم، اوعى تسيبوا مكانكم. المعركة بدأت والقوة كانت في صالح قريش، عدد أكبر، سلاح أكتر، تجهيز أحسن. لكن اللي حصل كانت صدمة: المسلمين قتلوا بإيمان مرعب، هجوم سريع، تنظيم قوي، وقريش بدأت تتراجع. وصلت لمرحلة الهروب. المسلمين كانوا بيكتسبوا المعركة رويدا رويدا، المعركة شبه انتهت بالتأكيد، الغنائم بدأت تظهر على أرض الواقع. وهنا حصلت اللحظة الأخطر في القصة كلها: الرماة اللي فوق الجبل سابوا مواقعهم، شافوا النصر قدامهم، وقالوا المعركة انتهت بالفعل، لازم ننزل ناخد حقنا من الغنائم. القائد حاول يمنعهم وقال لهم النبي أمرنا ما نتحركش، لكن أغلبهم نزل وسابوا الجبل، وسابوه أخطر نقطة في المعركة. في اللحظة دي واحد بس كان مركز، قائد ذكي جدا، شاف الفرصة قدام عينيه، لف بجيشه بسرعة، هاجم من الخلف، وفجأة المسلمين بقوا محاصرين. المعركة اتقلبت من نصر لكارثة وهزيمة. حصل ارتباك رهيب والصفوف اتكسرت. المصيبة الأكبر: انتشرت شائعة أن النبي قد قتل. المصيبة كانت قتلة، والصدمة بعض المسلمين ما قدروش يصدقوها. البعض منهم انهار في أرض المعركة، والبعض الآخر رفض التصديق وكمل قتال. ومن أصعب لحظات المعركة هي استشهاد حمزة بن عبد المطلب، أسد من أسود الله وأسد من أسود المعركة. رمز القوة سقط، وكانت صدمة كبيرة للمسلمين. رغم كل ده المسلمين صمدوا، النبي كان حي، وده رجع ليهم الأمل. وقريش رغم